عندما ترى المتدينين بيتعرضوا للهجمات الوحشية بدون سبب، فاعرف ان السياسيين الانجاس اللي على الارض قد سفكوا دماء ابرياء كثر، فمسحوها مرة واحدة في عباءة الدين وفي رجال الدين. عشان كده ترى الهجمات الوحشية على المتدينين كالكلاب المسعورة. من يرى الموت يعرف معنى الحياة. هل الدين هو مخدر للشعوب؟ هنجاوب على السؤال ده بالتفصيل في الفيديو دوت في سلسلة بدون مونتاج. تعالى خلينا نرجع للتاريخ. أنا بدرس حضارة، والحضارة يعني علم اجتماع. السؤال بيقول هل الدين هو مخدر للشعوب؟ بصوا، الإجابة لأ. الدين ملهوش دعوة، والدليل على كده كل الحروب اللي في تاريخ البشرية زي الحروب الصليبية أو أي حروب مات فيها أبرياء كانت بسبب السياسيين واستغلال السياسيين لرجال الدين. فالسياسيين مش متدينين، دي مشكلة كبيرة. يعني حتى أساتذتنا كانوا يكلمونا يقولوا لنا مشكلة رجال الدين إنهم عاطفيين جدا. فأنت بتسمع رجل الدين هو بيتكلم عن التاريخ، بتلاقيه بيتكلم عن السياسيين إنهم ملائكة بتطير بجناحات في السماء، حاجات زي كده. لكن الحقيقة إن السياسيين مش متدينين. السياسيين هم أكتر الناس حقدا على الأديان، ودي حقيقة. وفي نظريات كتير اتكلمت ليه إن السياسيين حاقدين على الأديان، والدليل على كده إن السياسيين كلما رفعوا شعارات الأديان حرضوا على الأقليات وسفكوا دماء الأطفال والأبرياء. دي قاعدة، والحقيقة إنهم ما بيقولوش للناس اعبدوني، لا حاشا لله، ولكن بيقولوا لهم اظهروا لي مزيدا من الاحترام، ألم أحكمكم باسم السماء؟ والدليل على كده من التاريخ. مثلا التاريخ الإسلامي، عبد الملك بن مروان لما قالت لي الخلافة طلع على المنبر ومسك المصحف وحطه على جنب وقال هذا فراق بيني وبينك. ومثال تاني في الحضارة الفرعونية، السياسي صحي من النوم غير عبادة الدين، بدل ما كانوا بيعبدوا أمون بقى بيعبدوا أخيتاتون إله الشمس. صلاح الدين الأيوبي القائد العظيم اللي حارب عن بيت المقدس، تمام، ورجعه تاني، حفيد من أحفاده ادى بيت المقدس للصليبيين كده، خدوا هدية من غير حرب. وأدلة على كده تاني الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني لما جه عرابي ويحارب الإنجليز عشان يدافع عن مصر والمسلمين، طلع بيان الخليفة العثماني بتكفير عرابي، لأن أصلا الخليفة العثماني كان بايع مصر للإنجليز وادى مصر للإنجليز. وده بيدلل على إن السياسيين هم اللي بيستغلوا الأديان. هتقول لي طب ليه السياسيين بيستغلوا الأديان؟ أول حاجة لأن السياسي لما بيرفع شعارات الأديان بيعمل أول حاجة بيوهم الفقراء والبسطة إن في فضائيين بتتأمر على الأديان، وبيقول لهم كده إن البراكين والذلاذل التي في الأرض هي بسبب أعمالكم أنتم، دعهم يئنون من الجوع يلعنون في أنفسهم كل يوم، سيكونوا متقبلين أن يكفروا عن أشياء لم يفعلوها، سيكون سهل توجيههم بكلمة، سيكونوا أتباع مخلصين. الوهم بيصنع تابع مخلص. عشان كده أكتر حاجة بتتصرف عليها على الأرض البشرية بينفقوا عليها لغاية دلوقتي هي الوهم، لأن الوهم بيصنع أتباع مخلصين بدون تمن. وغير أصلا إن السياسيين هم أشد الناس حقدا على الأديان، وفي نظرية بتدلل على كده. ومن النظريات اللي بتفسر ليه السياسيين حاقدين على الأديان النظرية ديت بتقول إن قديما في الحضارة الفرعونية السياسي لم يأمر الناس أن يعبدوه، لا طبعا هتبقى مكشوفة، لكن قال لهم اظهروا لي مزيدا من الاحترام، ألم أحكمكم باسم السماء؟ أمر الناس إنهم يرفعوا إيديهم هم بيحيوه كنوع من الاحترام، ثم لم ينتشي فأمرهم إن هم يرفعوا إيديهم الاتنين، ثم لم ينتشي أمرهم أن ينحنوا لي، ثم لم ينتشي أمرهم أن يسجدوا لي، ثم لم ينتشي لغاية ما أمرهم إن هم يصنعوا لي تمثال على شكله عشان يكون في غيابه حاضر. فيمر السنين والأيام ويتحول الاحترام كنوع من العبادة، فالناس تسجد له وتعبده لغاية ما يهزم هذا السياسي، فيجي من بعده سياسي جديد يكسر الأصنام اللي عملها السياسي الأولاني عشان ما يكونش فيه معبود إلا هو، ثم يهزم هذا السياسي الجديد دوت في معركة جديدة، فالناس تفكر أن لإله أن يهزم، إحنا بنرفع إيدينا احتراما لهذا السياسي وبننحني وبنسجد له، إزاي تهزم؟
فيقرر السياسي دوت بذكاء إنه هو يكسر الأصنام اللي صنعها بإيديه ويصنع لنفسه أصنام تانية على غرار شكله مش على شكله، ويقول عليهم هؤلاء آبائي وأجدادي الآلهة. فإذا انتصر كان آباؤه وأجداده الآلهة قد أعانته وهم سبب في النصر، وإذا هزم كان آباء الآلهة غضبوا عليه وهو في طريقه لأن يرضوا عنه وينتصر، فيكون له حجة عند الناس وعند العوام. وأمثلة على كده من الحضارات القديمة الحضارة السومرية، كان السياسي اللي كان بيحكم كان بيسموه لوجال، ده المنصب أو زي رئيس كده، فكان بيسمى لوجال. كان مجلس الشيوخ صغير بيحكم، ثم قرر السياسي دوت ان هو يزود سلطاته ويلغي مجلس الشورى اللي كان بيراجع وراه وبيحاسبه على كل صغيره وكبيره، غير حجه واحده بس، ان اباء الالهه هم من اختاروه، فلا يجوز لانسان عادي ان يقرر مصير شخص اختارته الالهه. واصبح من هنا السياسي مستبد يحكم باسم السماء، معه مفاتيح الجنه، يتكلم بلسان السماء. ومن هنا ظهر الاستبداد في تاريخ البشريه واستغلال السياسي النجس للدين. وزي الملكة المصرية حتشبسوت لما طمعت في الملك والحكم وكان أخوها لسه صغير، فكرت إن هي تعمل حاجة بمساعدة الكهنة، فقررت تعمل الولادة الألوهية. عملت معبد ورسمت أمون ورسمت نفسها وقالت إن هي مولودة من الإله أمون وهي من روحه، وهي راجل أصلا في شكل ست. ومن هنا الكهنة ادوها حكم مصر كنوع من السلطة الدينية، وأمثلة على كده كتير في التاريخ. فالسياسيين هم أشد الناس حقدا على الأديان، ويدعوا غير كده فهم كذابين. وفي قاعدة أساتذتنا كانوا بيقولوها لنا وإحنا بندرس التاريخ، كانوا بيقولوا لنا إن السياسيين أشد الناس حقدا على الأديان. عندما يسفك هؤلاء السياسيين الأنجاس دماء الأبرياء والأطفال بيمسحوها في عباءة الدين وفي رجال الدين، ويقولوا هؤلاء الإرهابيين الهمج المتوحشين. أما أنا فأنا سياسي متحضر، ولم أأمر الناس أن يعبدوني، إنما أمرتهم أن يظهروا لي مزيدا من الاحترام. ألم أحكمكم باسم السماء ورب العباد إذا وهب فلا تسألن عن السبب. هم دول السياسيين في تاريخ البشرية، لا يتغيرون ولا يتبدلون. إذا نزل السياسي بأرض يعبدون النار عليه أن يعبد النار، ثم يقف يقول للبسطاء والفقراء إن النار المقدسة في فضائيين يتأمرون على إطفائها وأنا وحدي من أحارب من أجلها. ألا تهتفون باسمي؟ ألا تنتخبوني؟ أعدكم أن أرواحكم الملعونة البائسة ستهدأ، إن السماء سترضى عنكم، وإن البركة ستحل على رؤوسكم أيها الرعاع الهمج المتوحشين. وأمثلة على كده من العصر الحديث وهو رئيس الوزراء مودي ده إرهابي، كان محطوط على قائمة الإرهاب، حرض على الأقليات المسلمة وسفك دماء الأطفال والأبرياء، مش لأنه متدين أو إنه هندوسي متدين، الهندوسية وعدته بالجنة، لا 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 لا، فيش حاجة من ديت. السياسيين مش متدينين، هم لا يؤمنوا إلا بأنفسهم، المكاسب بس. الحقيقة سبب اضطهاد هذا الكلب مودي للأقليات المسلمة في الهند، عشان تعرف السبب لازم ترجع 2011 لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة والإعلام الغربي اللي ركز على إن المسلمين إرهابيين وهمج ومتوحشين. غير كده في أنظمة عربية استغلت الموضوع دوت ولقت إن في مكاسب بتيجي من أوروبا. لما نطلع رجل دين يطلع على المنبر ويحرض على الأرض كلها ويقول اللهم أهلك الأرض ومن عليها إلا أنا ومن تبعني، برضو الأوروبيين المتحضرين بيشوفوا للشعوب العربية دول إنهم شوية إرهابيين وهمج. وبرضو في أنظمة عربية بتستغل دوت، بتاخد سلطة وبتاخد جاه وتعمل اللي هي عايزه. ليه؟ لأن إحنا بنتعامل مع شوية إرهابيين، إحنا لو سبناهم عليكم لا يعدوكوا، سيبونا نتعامل معهم بطريقتنا. غير ان اسرائيل برضو خدت دعم كبير، انا بتعامل مع شويه ارهابيين وحواليا وممكن يضربوني في اي حته، فممكن دعم بليز. السياسيين اللي في اسيا شموا في الاقليات المسلمه لحوم طيبه ودماء زكيه، الناس كلها عارفه انهم ارهابيين، ولو قتلناهم نستعطف بيهم الهندوس او اي حاجه الاغلبيه هينتخبونا. ودي مكاسب سلطه. افنى الرجال اعمارهم في طلب الملك وقد تهزمهم امراه، ومن أراد الملك هانت عليه نفسه، وإن كان ثمن الملك نصف أرواح ما على الأرض. فبالنسبة للسياسيين الأنجاس اللي على الأرض ثمن هين. عشان كده مودي النجس لما شاف الأقليات المسلمة
لقى فيهم دماء زكية، لحوم طيبة، فحرض عليهم وسفك دمهم واستعطف الهندوس من الرعاع والهمج، فانتخبوه وبقى رئيس. لكن لسوء حظه العالم كله قرف منه وشافوا انه مجرد كلب ارهابي متخلف، لدرجه ان اوروبا منعت مودي انه يخش بلادها. خافوا من شعوبهم الاوروبيين، الشعوب الحره اللي بتنتخب حكامها، انهم يتهموهم ان هم دعموا الارهابي المتخلف دوت في سفك دماء الابرياء والاطفال، فما ينتخبوهمش ويرموهم في الشارع. عشان كده منعوه. كل العالم كله كان قرفان من مودي، حتى الطيارات السياسيه الموجوده جوه الهند كانت مرعوبه. كانوا بيقولوا يا ترى الدور هيجي على مين؟ فهو الراجل دوت سفك دماء المسلمين، الاقليات المسلمه، هيعمل اي حاجه عشان المكاسب. ودي قاعده في التاريخ، السياسيين الانجاس لما بيرفعوا شعارات الاديان فلا بد من فضائيين يتامرون على الاديان حتى يكون هو المخلص لهم، ولا بد للدماء ان تسيل حتى يقدم قرابين للرعاع والهمج المتخلفين. انا الفضائيين الذين يتامرون على الاديان، انا وحدي من احارب من اجلهم. ألا تهتفون باسمي؟ ألا تنتخبوني؟ عدكم أن أرواحكم الملعونة البائسة ستهدأ، إن السماء سترضى عنكم، وإن البركة ستحل على رؤوسكم أيها الرعاع الهمج المتوحشين. ديت شعارات ومكاسب، سياسيين بيفهموها كويس قوي، أكتر مني ومنك. عشان كده لما مودي سقط في الانتخابات كله تنفس الصعداء وقال الحمد لله ان الارهاب المتخلف دوت سقط في الانتخابات ومفيش حد هيموت تاني. لكن كان على مودي ان يتعلم، دي الحقيقة. هذا السياسي النجس اللي كان عايز السلطة كان عليه ان هو يتعلم من السياسيين الانجاس الارهابيين الموجودين في الشرق الاوسط كلهم. إن السماء لم ترضى عنكم عبثا، وإن البراكين والزلازل التي في الأرض هي بسبب أعمالكم أنتم. دعهم يئنون من الجوع، يلعنون في أنفسهم كل يوم، سيكونون متقبلين أن يكفروا عن أشياء لم يفعلوها، سيكون سهل توجيههم بكلمة، سيكونوا أتباعا مخلصين. ثم انظر أيها السياسي النجس إلى ما في أيديهم، لن تجد المال والسلطان، فكيف للسماء أن تغضب على هؤلاء؟ إن مثل هؤلاء لا يدخلون الجنة بغير حساب. وتعلم من هؤلاء السياسيين المتحضرين الذين في أوروبا وفي أمريكا. حرض على الأقليات من العرب وأصحاب البصرة السوداء. تعرف أن الرعاع والهمج أرواحهم ملعونة بائسة، أي كلب يستعطفهم باسم التحريض على الكراهية. من وجد مثل هؤلاء فقد ملك. أفنى الرجال أعمارهم في طلب الملك، ومن أراد الملك هانت عليه نفسه. وإن كان ثمن الملك نصف أرواح ما على الأرض فهو ثمن هين. دي تلخيص السياسيين. عندما ترى المتدينين بيتعرضوا للهجمات الوحشية بدون سبب، فاعرف ان السياسيين الانجاس اللي على الارض قد سفكوا دماء ابرياء كسر، فمسحوها مرة واحدة في عباءة الدين وفي رجال الدين. عشان كده ترى الهجمات الوحشية على المتدينين كالكلاب المسعورة، سواء كانت بنوتة لابسة نقاب أو لابسة حجاب أو ماشية عريانة أو لابسة صليب أو أيا كان على الأرض، أو مسيحية أو مسلمة أو هندوسية أو زرادشتية أو بتعبد النار أو الحجر أو الشمس، أيا كان على الأرض. لما ترى الهجمات الوحشية كالكلاب المسعورة عليهم فاعرف إن السياسيين الأنجاس اللي على الأرض سفكوا دماء أبرياء كسر، فمسحوها مرة واحدة في عباءة الدين وفي رجال الدين. عشان كل ما الناس تشوف الدماء اللي على عباءة رجال الدين والمتدينين يكونوا كالكلاب المسعورة عليهم، مع ان المتدينين بجد هم اكتر الناس اصلاحا في الارض. يعني الانسان لما بيفكر بيتكسف من نفسه، بيتمنى لو كان عنده ربع اخلاقهم. هؤلاء عندهم رحمة كبيرة بالطيور والحيوانات، لكن هي دي مشكلة السياسيين، هم اشد الناس حقدا على الاديان. اول واحد يرفع شعارات الاديان زي الخميني، هذا الكلب سياسي نجس رفع شعارات الاديان عشان المكاسب. تراه لا يتكلم مع الشباب إلا بكلمتين: الموت في سبيل الدين والوطن. ولو كان هذا السياسي النجس مؤمن ما رماهم أن يموتوا من أجل الدين والوطن، رماهم أن يعيشوا من أجل الدين والوطن. لكن الحقيقة لا يعلمها إلا هذا السياسي النجس، يخاف من هؤلاء الشباب أن يصيبوا ما في أيديه من مال أو سلطان فيرويهم بالموت، فإن موتهم خير من حياتهم. ومن يعترض عليه فهو كافر. لابد أن يصنع النار حتى يرمي فيها هؤلاء الشباب أنفسهم وهم مبتسمون. لابد أن يتصارع ويقتل المسيحيين والسنة والزرادشتيين وكل الأقليات حتى يكون المخلص لهؤلاء البسطاء.
وأن الفضائيين الذين يتآمرون على الأديان أنا وحدي من أحاربهم. هؤلاء هم السياسيين. عشان كده الدين مش هو مخادع للشعوب، السياسيين هم اللي بيستغلوا الأديان. رجال الدين مش هم سبب بلاء الأرض. والدليل على كده رجل الدين مهما كان مهمش مسعور، روحه ملعونة بائسة، عايش مهما كان في أي مكان، في قرية أو أي حتة على الأرض في الهند أو في الشرق الأوسط أو أي حتة على الأرض، وبيحرض على الكراهية على أي شخص مختلف معه في الدين أو اللون أو البلد، ده ما فيش منه خطر، لأنه مش هيجتمع حواليه غير الرعاع والهمج. دول أرواحهم ملعونة بائسة، الشيطان نفسه يتعوذ منهم، ففيش منهم خطر، والعالم أصلا يعرف إنه يبص لهم. أما الخوف الحقيقي من السياسي النجس لما يروح يستعطف الرعاع والهمج ويحرض على الأقليات، ولما ياخد السلطة لابد للدماء أن تسيل حتى يقدمها قرابين للرعاع والهمج. أن الفضائيين الذين يتآمرون على الأديان أنا وحدي من أحارب من أجل السماء. ألا تهتفون باسمي؟ ألا تنتخبوني؟ أعدكم أن أرواحكم الملعونة البائسة ستهدأ، إن السماء صدرت عنكم وإن البركة ستحل على رؤوسكم أيها الرعاع الهمج المتوحشين. وإن قلت لهذا السياسي النجس اللي بيرفع شعارات الأديان: أيها السياسي، لماذا ترميني بالموت؟ أنا لم أعش حتى أمت، فلماذا أموت؟ اذهب أنت وحدك فقاتل، إني هنا قاعد. هل يتركك؟ لا يتركك أبدا. سيحرض عليك هؤلاء الهمج المتخلفين الذي أوهمهم أن الفضائيين يتآمرون عليهم. سيكون كالكلاب المسعورة عليك، سينهشوا لحمك. وإن قلت لهذا السياسي: أيها السياسي، أنا لا أعترض على موتي، أعرف أن حياتي تنغص عليك حياتك، لكني أقول: لماذا لا أمت أنا وهي وترتاح منا وتخلص لك الدنيا خالصة من دون الناس؟ سينظر إليك هذا السياسي النجس وهو مشمئز قرفان منك، وهو يقول: إن موتك خير من حياتك، أما هي فلحمها شهي ولها مريدين وأتباع ولها ثمن، أما أنت فبلا ثمن. ونفسه هو من يرفع شعارات العلمانية ويقول: كوني عاهرة أيتها الجميلة، فالعاهرات يدخلون الجنة. صدقيني أيتها الجميلة، إن لم تكوني عاهرة شريفة ستكوني مشروع عاهرة لم يكتمل. سينهش فيك هؤلاء الهمج المتوحشين من الرعاع والمتخلفين. ربما رآك البابا أو الشيخ أنك رمزا للشيطان على الأرض، وأن السماء لم تغضب علينا عبثا إلا بسببك أنت. سينهشوا في لحمك، سيكسرون عظامك بأسنانهم، سيروك أنك مشروع عاهرة لم تكتمل، فكان حقا عليهم أن ينهشوا فيك. وإما أن تكوني عاهرة شريفة، وكلما كنت عاهرة شريفة زاد سعرك في السوق وزاد مريدينك وزاد ثمنك. لا تخافي من هؤلاء الهمج المتوحشين من الرعاع والمتخلفين. هؤلاء سيخافون منك، سيرتجفون عندما يسمعون اسمك، سيتمنون أنهم لو رأوك ليأخذوا معك صورة. صدقيني أيتها الجميلة، كل الطرق ستقودك إلى أن تكوني أشرف العاهرات. العاهرات يدخلون الجنة، لا تخافي. وربما كنت الأم المثالية في يوم من الأيام، لما لا؟ هذه شعارات العلمانية. السياسي لما بيرفع شعارات الأديان بيؤمر الشباب أنهم يموتوا من أجل الدين والوطن، وعندما يرفع شعارات العلمانية يأمر البنات والنساء أن يكون لهم ثمن، سعر في السوق. وهو نفسه من يرفع شعارات الأديان ويستغل الدين ويحرض على الأقليات. وإن قلت لهذا السياسي النجس: أيها السياسي، لماذا لا تدعو السماء أن تحارب معك؟ إن كنت تحارب من أجلها ثم ننتظر هل ستجيبك أم لا، إنها هنا منتظرون. لكنك لن تفعل أيها السياسي، تأمر الشباب أن يموتوا من أجل الدين والوطن. ولو كنت مؤمن ما رميتهم أن يموتوا من أجل الدين والوطن، رميتهم أن يعيشوا من أجل الدين والوطن. عشان كده الدين مش مخدر للشعوب، بالعكس، من صنع الأصنام وصنع الاستبداد هم السياسيين في تاريخ البشرية. والدليل على كده اللي من ربط عبادة الأصنام بالاستبداد هم الأدباء والمفكرين. ده صحيح، السياسيين هم من استغلوا الدين، وهم اللي بيحرضوا على الأقليات، وكلما سفكوا دماء الأطفال والأبرياء مسحوها في عباءة الدين وفي رجال الدين، وقالوا: هؤلاء الإرهابيين الهمج المتوحشين. أما أنا فأنا سياسي متحضر، ولم أمر الناس أن يعبدوني، إنما أمرتهم أن يظهروا لي مزيدا من الاحترام. ألم أحكمكم باسم السماء؟ ورب العباد إذا وهب فلا تسألن عن السبب. هؤلاء هم السياسيين في تاريخ البشرية، لا يتغيرون ولا يتبدلون.
عشان كده الدين مش مخدر للشعوب. السياسيين هم الأنجاس، سبب فساد الأرض وسبب كل الحروب، سواء الصليبية أو كل الحروب اللي مات فيها الأبرياء والبسطاء. عندما يرفع السياسي شعارات الأديان فاحذر. وبعدين يعني إيه سياسي متدين؟ وإيه العبط دوت؟ يعني هو قلبه طيب يعني يديله السلطة كلها؟ لو قلبه كويس هيدينا حقنا، لو مش قلبه كويس إيه هيقتلنا؟ وإيه العبط دوت؟ والمفروض أصلا ما نتمناش إن رجوع سيدنا عمر بن الخطاب، إن سيدنا عمر بن الخطاب لو رجع بعدله تمام هيجي من بعد واحد هيغتصبنا كلنا. فالمفروض نتمنى وجود سيستم ونظام تمام يحفظ الديمقراطية أو العدل، عشان السياسي لما يجي نقدر نحاسبه. لو فرعون صحي من الموت نقدر نحاسبه، مش نتمنى ان قلبه ابيض ويدينا حقنا. ايه الشغلانه بنت المره دي؟ وفي سياسي متدين؟ انا بدردش معاكم وكده الفيديو خلص. لو استفدت من الفيديو اشترك في القناه ودعمنا بلايك. سلام.